أهلا بيكم في شخصية مؤثرة. معاكم مروة صالح. شخصيتنا صاحب الطريقة المدبوليزم. جسمتك بيدل على أنوثة طاغية، وكعبها بيدل على رقة قلبك وحنانك وحبك. متشكر أوي يا خالتي. أو بابا عبده. الفنان عبد المنعم مدبولي صاحب بصمة مميزة في عالم الفن. اتخرج من المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1949 في تاني دفعات المعهد، وانضم لفرقة جورج أبيض وفرقة فاطمة رشدي، واشترك في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن برنامج بابا شارو. بلغ رصيد أعماله 150 فيلم و120 مسرحية و30 مسلسل. تمتع الفنان عبد المنعم مدبولي بخفة الدم. كان فنان شامل، أبدع في المسرح وقام بالإخراج، وتخرج على إيده العديد من نجوم الكوميديا زي سعيد صالح وعادل إمام ويونس شلبي. وبيحكي عن اكتشافه للفنان عادل إمام، وإنه كان بيدور على شاب فقير يمثل دور بشكاتب المحامي دسوق يفندي، وعرض على الفنان عادل إمام الدور وقال له إن الدور كوميدي، لكن عادل إمام رد عليه: كوميدي؟ أنا مش بشتغل كوميدي، أنا واخد جوائز في الجامعة وبشتغل مسرحيات عالمية. لكن في النهاية الفنان عادل إمام قبل الدور، وكان نقطة انطلاق له. الفنان عبد المنعم مدبولي ترك علامات في السينما زي فيلم الحفيد ومولد يا دنيا وإحنا بتوع الأتوبيس، ومن أشهر أعماله البرنامج الإذاعي ساعة لقلبك. وخلال مشواره الفني حصل على العديد من الجوائز وشهادات التكريم، منها جايزة أحسن ممثل في السينما عن أفلامه الحفيد وفيلم أهلا يا كابتن، وحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 84، وجايزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله، وتم تكريمه من قبل الرئيس محمد أنور السادات عن دوره في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا. الفنان مدبولي أول فنان عربي كتبت عنه دايرة المعارف النمساوية. أصيب الفنان عبد المنعم مدبولي بسرطان الكبد، وأجرى عملية استئصال لجزء كبير من الكبد، وتعافى وعاش بعد مرضه 25 عام، لكن أصيب بوعكة صحية وتوفي في 6 يونيو 2006 عن عمر يناهز 84 عام. استنوني في حلقة جديدة. أنا مروة صالح وشخصية مؤثرة.